السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نشارك معكم التحليه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي التحليه الكوريه. انا هنايا عندي درت غير استعملت غير ياغورت طبيعي، لون طبيعي مسوس كيف ما كتشوفوا. ضفت غادي نصايب واحد جوج تحليات. انا صراحه ما عنديش مع اول مره ندير تحليل، انا ما عنديش مع التحليه، ولكن هذه قلت نجربها، عجبتني الشكل ديالها ونشوف. نقول لكم صراحه كيفاش كتجي. ما كناكلش بزاف التحليات، ما كيعجبونيش نهائيا، ولكن هذه نجربها ونشوف المذاق ديالها ونقول لكم ان شاء الله صراحه كيفاش جات. عندنا يا دانون مسوس او ياغورت طبيعي كيف ما تشوفوا. كنهزو كنضيفو في فهاد شي اناء تقدموا فيه التحليه، كيسان او اللي متوفر عندكم بطبيعه الحال. غادي نضيف الكميه اللي غادي نستعمل في هاد الجوج. وهنا غيكون عندي واجد، هنا عندي قهوه. قهوه كيف ما كتشوفوا، قهوه كحله. ما درتش فيها السكر. هنايا هذه تحليه البنات مسوسه، يعني ما فيهاش نهائيا السكر. كنضيف واحد شويه في كل واحد وكنحرك مزيان، كتجيني ديك النكهه ديال القهوه. كنخلط مزيان داك الدانون مع داك القهوه كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف غادي نخلط حتى الثاني. وهنا البنات عندي التحليه الاولى اللي غادي نضيف فيها هاد البيمو او هاد اي نوع ديال الكيكس عندكم البنات يمكن لكم تضيفوه. انا درت هذا اللي كيكون نصو بسكوي ونص الثاني ديالو شوكولا. غادي نوزع على داك الياغورت بحال هذا الشكل. غادي نفرقهم عليه بحال هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. اما الثاني انا استعملت هنايا اوريو. جبت هاد البسكوي كيف ما كتشوفوا. غادي ندوروا على داك الياغورت بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للتزيين من الفوق انا اخترت ابسط حاجه، واللي هي كل واحد كل بسكوي كنحكو شويه وكنزوق من الفوق ديالو. ساهل وبسيط، يعني ما يحتاج نقلب على شي تزيين. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا اوريو بسكوي. هكا غير فتته هكا بايدي وقد كسرته شويه بحال هذا الشكل، وغادي نزوق فيه من الفوق بهذه الطريقه. والاخر نفس الشيء حتى هو، خديت نفس البسكوي وغادي نرش من الفوق ديالو. وغادي نغطيهم البنات بالبلاستيك وغادي ندخلهم الثلاجه ونخليهم. يمكن لكم تخليهم نهار كامل. انا هنايا تقريبا 6 سوايع. وغادي تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجوا. هنا كيف ما كتشوفوا داك البسكوي خديته من الفوق ودرته بهذا الشكل. مجرد تزيين. يمكن لكم نتوما ديروا بودره الكاكاو، يمكن لكم ديروا اي تزيين عندكم، اي حاجه، الشوكولا، حبيبات، كيف ما بغيتوا. انا هنا داكشي اللي كان عندي هو اللي درته، يعني بسيط، ما احتاجت نقلب على شي تزيين. هنا غادي نغطيه بالبلاستيك مزيان. وغادي ندخلو الثلاجه ونخليه واحد 6 سوايع ان شاء الله، ونرجع لكم نشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله.
هنا البنات بعد ما فاتت 6 سوايع غادي نفتحوا وتشوفوا الشكل ديالهم. كيجيو البنات البسكوي كيذوبوا في وسط داك الياغورت، كيذوبوا فعلا. وصراحه انا ما عنديش مع التحليه نهائيا، ما كنبغيش، ما كنعجبنيش، ما كنديرهاش نهائيا. ولكن هذه صراحه البنات والله العظيم اقسم بالله اللي جات رائعه 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 جدا. حتى السكر جات ديك الحلاوه ديال البسكوي غلبت على الياغورت الطبيعي، عطاتو واحد النكهه ديال السكر في الياغورت كامل، جا رائع بمعنى الكلمه صراحه. الا بغيت ندير شي تحليه غادي ندير هذه نفسها، بسيطه سهله ما خدات منيش الوقت نهائيا، وعجبتني فعلا، وجات صراحه واعره 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 بزاف. كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي داك البسكوي، وهذه نفسها. غير واحد الحاجه، ما كانش عليا ندير هذا البسكوي الثاني يكون بالشوكولا، يعني اللي بغيت ديروه بالبسكوي فقط من دون الشوكولا، ما تكونش لاصقه مع الشوكولا. وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو تخلوا لي واحد لايك وواحد التعليق، وكنقول لكم شكرا، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.